ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل كيكه كده حلوه مع بعض. يعني لو اولادك محيرينك وده طالب كيكه ساده وده طالب كيكه بالكريمه، اعمليها ومش هتحسي بتعب ولا حاجه. واول حاجه بعملها بجيب كوبايه من الزيت. يعني الحكايه سهله وبسيطه يا جماعه ومتحيروش نفسكم. وتاني حاجه دلوقتي معايا كوبايه من اللبن. اهي الكوبايات كلها قد بعض. يعني انا قالوا لي ايه عايزين يا ماما، ايه كيكه بالشوكولاته. وفي ناس قالت عايزين كيكه ساده. طب اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل نفس المقدار دوت ومش هحير نفسي. ومعايا 3 بيضات. وعشان تشيلي اي زفاره من البيض هتضيفي 2 كيس من الفانيليا. اهو بصي براحتك، برضو عايزه تحطي كيس مفيش مشكله. انا هضيف الكيسين دول يا جماعه عشان مفيش اي زفاره تفضل في البيض خالص. بس لو ما كانش عندي غير كيس طبعا كنت حطيته واستخدمته، يعني كان قضى الغرض. تمام كده. وهنبتدي نضرب المكونات دي كلها. نسيت اقول لكم يا جماعه على كوبايه برضو من السكر بنفس الكوبايات اللي انا حطيتها. هو مج واحد انتي بتعايري بيه. ودي كانت معلقه من الخل. خلاص كده اضربيهم كويس قوي. عايزه اقولك ان الخلاط بجد يعني احسن من المضرب. سهل قوي ومش متعب يعني. بيضرب لك الحاجه دي في 5 دقايق وما بتتعبيش فيها. يعني عشان تعملي كيكايه ما بتاخدش منك وقت لو ضربتها في الخلاط. ودول 3 كوبايات من الدقيق. وهضيف كيس كامل من البيكنج باودر و3 معالق من النشا. عايزه اقول لكم النشا يا بنات بتخلي الكيكه هشه، هي والخل برضو. يعني لو عندكم برضو ضيفوا للكيكه او اي معجنات بتعملوها. وبعد ما ضفنا المكونات كلها الجافة مع بعض هنقلبها كويس. وبعدين بقى هنضيف الخليط ليها وهنقلبه. زي ما احنا ما شايفين كده قلبنا المكونات الجافة اهو كلها. الكيكة دي يا بنات مقاديرها سهلة قوي، وهقول لكم في الاخر خدت ايه معايا بالكامل. وضفت دلوقتي الخليط على الدقيق. ودلوقتي هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. يعني بصوا يا بنات ما خدتش مني وقت خالص. اعملوها كده على السريع. بصوا قلبتها بس كام تقليبة كده لغاية اما الخليط كله يبقى بالقوام اللي هوريه لكم في الاخر. بعدين طبعا كنت مشغله الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما اعمل اي حاجة، ومبطنة الصواني اللي انا هعمل فيها. بطنتهم بالسمنة والدقيق. خلاص كده بنات الخليط تقريبا جاهز معايا. يعني مقادير سهلة وبسيطة وممكن اي حد فينا يبقى حافظها دايما. اللي هي كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن. اهو بصوا 3 كوبايات من الدقيق. بس هي خدت مني معلقتين تاني في الاخر عشان حسيت ان الخليط لسه سايل شوية. فضفت لها معلقتين من الدقيق. اهو بصوا كيكة في منتهى البساطة. ممكن في اي وقت تعمليها وما تكسليش لانها سهلة جدا. خلاص كده يا بنات. بتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم يا بنات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا برحب بأي حد جديد اشترك في القناة. ولسه ما اشتركش بتمنى طبعا ان هو يشترك يا جماعة. يلا شجعوني بكومنتاتكم ولايكاتكم. اهو بصوا يا جماعة خلاص كده. كده بقى الكيكة جاهزة معايا. انا جبت القالب ده عشان القالب ده هو اللي هنحط له الكريمة والشوكولاتة. زي ما قلنا في الاول، في ناس كانت عايزة السادة وفي ناس كانت عايزة اللي بالكريمة. هضيف كمية كده على قد القالب. بصوا خلاص كده. جبت الصينية الصغيرة برضو عشان اكمل فيها بقية المقدار.
خدوا بالكم يا جماعة ان حجم الصينية بيفرق كتير، ان الكيكة تبقى معاكي عالية او تكون يعني سمكها خفيف شوية. اهو بصوا، انا جبت الصينية الصغيرة دي علشان الكيكة تبقى عالية شوية معايا، لكن لو وسعت الصينية شوية الكيكة هتبقى خفيفة شوية. اهو بصوا يا بنات، بدبها كده مرتين تلاتة. خلاص كل حاجة جاهزة معايا دلوقتي، وكنت مشغلة الفرن. بس واحط القالب ده في صينية ألمونيا عشان أنا أول مرة أجربه. تمام كده. ودلوقتي هحطها في الفرن، هوريها لكم بعد ما تطلع. يعني انت كده رضيتي جميع الأطراف وعملتي اللي نفسهم فيه. خلاص كده يا بنات، بصوا الكيكة هنحط دلوقتي الشوكة فيها، هتطلع ايه الشوكة نضيفة خالص كده. انا اتأكدت ان الايه الكيكة استوت من جوه وبقت جميلة. كمان قطعت حتة من هنا. ودلوقتي هشربها باللبن يا بنات. بصوا، هو كان طلبهم كده فانا قلت لهم تمام. وهشرب التانية برضو يا بنات باللبن. يعني دي شربتها بكوباية ودي بكوباية. اللبن يبقى بارد يا بنات، والكيكة بتبقى لسه طالعة من الفرن، بقالها حتى 5 دقايق كده. تستني لها 5 دقايق تهدى بس، وتشربيها بكوباية اللبن، بس هي لسه سخنة برضو. بس اللبن تبقى انتي غالياه ومجهزاه ومبرداه كده. بصوا يا بنات، عشان هي لسه سخنة اتشربت اللبن كله. وادي الكيكة معايا بصوا اهي. انا حبيت اوريها لكم، بس هي بصوا ولا عالية قوي ولا واطية خالص، يعني مناسبة كده وحلوة. يلا بنات بقى جربوا الطريقة دي، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم. بصوا طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. يلا بينا بقى نزوق القالب ده. ادي الكريمة اهي يا بنات، دي كريمة سايبة. ضفت عليها حوالي ربع كوباية من المية المتلجة طبعا، بس ومعلقتين 3 كده من السكر. وكده الكريمة بقت جاهزة معايا اهو. بصوا، وهحاول بقى اسويها على القالب على قد ما اقدر يعني يا بنات. بصوا، بعدين هدخلها التلاجة تجمد شوية، وبعدين هضيف الشوكولاتة. يعني انتي بأقل الامكانيات رضيتي جميع الاطراف، وعملتي طبعا اللي نفسهم فيه. يلا بقى اعمليها وفرحي اولادك. طبعا اولادك عادي ممكن يشتروا الحاجة دي من بره، بس هما طبعا حابينها من ايديكي وحابين ان انتي اللي تعمليها. بجد يا بنات، قولولي فعلا اولادكم زي كده ولا لأ. آه، احنا طبعا اولادنا ممكن يشتروها من بره، بس بيقولوا يا ماما احنا بنفرح بالحاجة اللي بتعمليها في البيت. خلاص كده طلعتها من التلاجة، وهبتدي اضيف الشوكولاتة. بصوا انا حطيت كمية كبيرة بس من الشوكولاتة علشان هم حابينها يعني كتير، بس هي المفروض خطوط ارق من كده، بس حسب كمية الشوكولاتة اللي انا عملتها. اهي يا بنات بصوا سهلة وبسيطة، في نفس الوقت عملتيها وفرحتي اولادك بيها. اي حاجة بتتعمل من ايديكي اولادك طبعا بيفرحوا بيها، وبصوا بتبقى احسن من بره بكتير بالنسبة لهم. دي شكل القالب يا بنات، تحفة بجد وشكله جميل جدا، وعايزة اقول لكم طعمه كمان المقادير كلها مظبوطة. اعمليه يلا بقى وطلعيه بالجمال ده. يعني لو طلبت منك الكيكة دي في اي وقت هتقومي تعمليها، مكوناتها سهلة وبسيطة، وهتلاقيها على طول. يعني المكونات دي متواجدة في اي بيت. ومش هتكسلي تعمليها ليه؟ لان مكوناتها محفوظة. كوباية 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 ما عدا الدقيق بس هو اللي 3 كوبايات. يعني بنات الكيكة دي سهلة جدا،
وفي اي وقت ممكن تقومي تعمليها كده. وربنا يخليكم لاولادكم يا رب وما يحرمكمش منهم ابدا. وادي الكيكه يا بنات، بصوا بجد شكلها جميل جدا، وعايزه اقول لكم طريه جدا جدا جدا. بصوا، يلا بقى كأنك بتاكلي جاتوه، كأنك بتاكلي حاجة حلوة جدا. هي قطعة قدامكم يا بنات. بتمنى الفيديو يا بنات يكون عجبكم، وتكون الكيكة سهلة كده وبسيطة، وتقدري تعمليها في أي وقت. أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله.